بين مسلسل لام شمسية وفيلم الصيد، ماذا لو كان المتهم بريء؟ الفترة اللي فاتت انتشر كلام كتير عن المسلسل الرمضاني لام شمسية وجرأته في تناول موضوع خطير وشائك وهو التحرش داخل الإطار العائلي، وده فكرني برائعة من روائع الدراما النفسية الدنماركية ذا هانت، لكن من الزاوية العكسية. لكن في الفيلم الدنماركي الموضوع كان معقد أكتر، ماذا لو كان المتهم بريء ومش قادر على مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية؟ فيلم ذا هانت أو الصيد اللي من بطولة مادس ميكيلسن اللي بيتناول قصة لوكاس، راجل شغال في حضانة حياته بتتقلب فجأة لما طفلة صغيرة تقول كلمة عفوية، وازاي ممكن مجتمع صغير يتحول بسرعة ضد فرد بريء، وازاي ممكن الشك يتحول ليقين والإشاعة تبقى حقيقة لا تناقش. لوكاس بيتحول للضحية الصامتة، محكوم عليه بالموت الاجتماعي وبتنهار ثقته بالعالم حواليه، حتى أقرب أصدقائه بيتخلوا عنه مش كرها ليه لكن خوف من أن تمتد ليهم لعنة الشك. برضه استكشاف الظلم الاجتماعي وقوة الاتهام ممكن تدمر حياة إنسان بدون دليل حقيقي. أداء مادس ميكيلسن كان عبقري، قدر يوصل إحساس الراجل اللي شايف حياته بتنهار ومش قادر يعمل حاجة لأنه قدام مجتمع تحول لأداة قمع، بيصدق الأسوأ وبيهرب من فكرة إنه كمجتمع ممكن يغلط. ذا هانت مش بيقدم إجابات بس بيحطنا في منطقة صعبة عشان يعرينا قدام نفسنا ويورينا إزاي بندفن براءة شخص تحت وطأة الخوف المجتمعي. ذا هانت ولام شمسية طرحوا نفس السؤال من خلال السياق الدرامي، هل المجتمع فعلا بيدور على الحقيقة؟ وهل العدالة ممكن تتحقق وسط ضغط اجتماعي مليان بالقيل والقال؟ ذا هانت فيلم درامي ممتاز ومن أفضل الأفلام اللي شفتها عموما، ولام شمسية أفضل مسلسل رمضاني في 2025 من وجهة نظري واستحق المشاهدة. واستنوا حلقة تشريحية من جانب نفسي اجتماعي سينمائي قريب عن المسلسل على القناة. ما تنسوناش من الدعم باللايك والسبسكرايب. سلام.